بداية جديدة لحلم ابتدى. هنضحك صباح الفل يا أستاذة. إيه النشاط ده كله؟ صباح الفل يا عم عبده. بصراحة كده أحسن بكتير. ايوه فعلا، انا يومي بقى احسن جدا من ساعه ما بقيت افتح بدري، ووسط البلد الصبح حاجه تانية. الدنيا مهما تضيق بينا هنوسعها بالأمل. الناس اللي فاهمه ماركتنج صح وعايزه تنجح في رياده الاعمال عمرها ما بتتعامل مع الظروف كعدو، هي بتشوف كل تغيير فرصه مهما بان انه ازمه. قرار الغلق الساعه 9 فرصه ان يومك يبدا بدري وتتعلم قيمه تنظيم كل ساعه من وقتك، لان الحقيقه البسيطه وعن تجارب لما وقتنا بيكون مفتوح انتاجيتنا بتضعف وحماسنا بيقل، لكن لما يبقى عندك ديدلاين واضح قدراتك بتتضاعف. ودي فرصه نتعلم حاجه مهمه، اننا ازاي نشتغل بذكاء في وقت اكثر اكتر من نشتغل بجهد في وقت اطول. فالظروف دي اكبر مدرسه هتعلم اللي عايز يتميز المهاره دي. كمان كصاحب بيزنس عندك فرصه تلعب على نقطه نفسيه قويه، العميل لما يحس ان الفرصه ممكن تضيع منه بيشتري اسرع. استغل ده بذكاء، اعمل عرض الساعه يبدا قبل الميعاد النهائي الساعه 8 مثلا، وهتشوف فرق كبير في قرارات الشراء حتى لو العرض بسيط. واخيرا اللي هيبدا بدري وينظم وقته هيعمل في يوم اللي غيره بيعمله في اسبوع، واللي هيفضل يشتكي السوق عمره ما بيواسي حد، السوق بيكافئ الجريء والمكافح ضد الظروف الصعبه. تابعني هنا علشان عندي ليك افكار ومعلومات هتفيدك من واقع السوق. بهاء كرم.